بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة، حيث نتكلم في هذا الدرب حول تنمية الشخصية. واليوم نحن في محطة خاصة نواصل فيها حديثنا حول العلم والمعرفة وأثرها في تنمية ذواتنا وشخصياتنا. لقاء متجدد مع المفكر الكبير والكاتب الإسلامي الدكتور عبد الكريم بكار. مرحبا أهلا وسهلا بكم دكتور. في هذه الحلقة اعتدنا ونواصل عادتنا أن نحتفي بأسئلة القراء المشاهدين. يبدو أنه اختلطت علينا الأمور من مشاهدين. هذا أمل أن يكون المشاهدون قراء إن شاء الله مدمنين للقراءة، ولا سيما أن حلقتنا اليوم هي حول القراءة بشكل رئيس. فكلمة قراءة ضربت في عقلي الباطن. هذا السؤال يقول: هل عدم الثقة بالأبناء يقلل من نسبة نجاحهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا النفع العميم إنه سميع مجيب. اللهم آمين. ما في شك صورة الواحد منا عن نفسه تظل ناقصة حتى لو بلغ 70 من عمره. يعني نظل غير متأكدين من فضائلنا، غير متأكدين من خصائصنا الشخصية، غير متأكدين من ميزاتنا. وهذا هو السر في أننا نفرح بالثناء. لماذا نفرح بالثناء ونفرح بالمديح؟ لأننا نثبت لأنفسنا أننا في نظر الناس أشخاص جيدون. ممتاز. إذا كان الكبار هكذا، إذا كان ابن 70 فكيف الصغير؟ لا يستغني عمن يؤكد له أنه شخص جيد. فكيف بالطفل ابن 10 سنوات و12 و7 سنوات و8 سنوات؟ حاجته إلى من يقول له بأنه إنسان يمتلك خصائص ويمتلك ميزات ويمتلك قدرات، وبأن أمامه مستقبلا واعدا، وبأنه يستطيع أن يفعل كذا وكذا. حاجته إلى هذه الأشياء أضعاف عشرات المرات حاجة الابن 60 وابن 50 وابن 70. ولذلك الأسرة حين توحي بطرق مختلفة لأطفالها بأنه لا مستقبل لهم، يصدقونهم بعقلهم الباطن، يصدقون هذه المقولة، ويبدأ الفكر كله ويبدأ الاهتمام وتبدأ المشاعر كله يبدأ يتمحور حول ماذا؟ حول أنه أنا لست أهلا لأن أدرس في جامعة جيدة، لست أهلا لأن أفعل كذا وكذا، أنا لا أملك إمكانات. إذن ما الذي أعمل؟ والله أحسن شيء أساعد والدي في الدكان، أو أساعد والدي في المزرعة، أو أحسن شيء أنا يعني أفتح عمل صغير. لأن الأعمال هذا جيد دكتور، نخشى أنه ينحرف ويجنح. ربما يحصل مثل هذا، يعني نعم. نتيجة الإحباط. نعم. تأثير الإحباط في الانحراف تأثير هائل. لما يشعر الإنسان يعني باليأس، يشعر بالإحباط، فربما فعلا يندفع في سبل الجريمة. على حين أن زرع الثقة بالنفس، أنه أنت إنسان لست قليلا. وهذه الدرجات الآن موسم خروج الشهادات والنتائج، نتائج الجامعات والمدارس والكذا، أنه والله هذا المعدل ممتاز، وأنا أعتقد أنه يؤهلك لكيت وكيت وكيت. ونحن إن شاء الله لما تصل المرحلة الجامعية سندرسك في أفضل جامعة ممكنة، وسنساعدك على هذا بمقدار ما نستطيع، وسنعمل كذا وكذا. أنت لما تعطيه مثل هذا الأمل، هذه الأشياء تحدث لديه نوع من البرمجة الجديدة في نظرته لنفسه وفي نظرته لإمكاناته ولقدراته. فهذه أنا أقول قضية، وأنا أشكر الأخ أو الأخ السائل، أشكره على هذا، أنه وهذا يحصل. ما الذي يحصل أحيانا تتعاون ثلاثيات ورباعيات سيئة على الطفل. يعني أهله يقولون لهم ما منك أمل ولا منك خير، وانظر وما في فائدة. طالع لأبوك أو لخالك. إذا المشكلة في مشكلة بين الأب والأم، فدائما الأب يقول له أنت مخول يعني طالع لخالك، شوف خالك فلان شو عمل، أنت مثل خالك. هو إذا الأم يعني في مشكلة بينه وبين أبوه، بتقول له يعني ما راح تصير أحسن من أبوك هيك، وأنت راح تكون مثله. جينات الغباء وراثة. نعم. فهذا المشكلة
أهله في البيت يقولون لك ما منك فائدة. زملائه لما حتى يذهب يلعب كرة مثلا تقولوا هذا أخي لا تضمه لفريقنا لأنه هذا هذا بيخسرنا، لا تخليه يلعب معنا. نحس. يذهب للمدرسة أستاذه أيضا ينبذه بالألقاب، يقول له أنا ما شفت أغبى منك وكذا وكذا، وأنت مجيئك للمدرسة أصلا غلط. يذهب للأقرباء، يذهب وين ما ذهب مسكين الكل يقول له لا خير فيك ولا فائدة منك. نعم. طيب بعدين في النهاية يقول طيب هل يعقل أنه كل الناس هذول على خطأ وأنا على صواب؟ إذن أنا كذلك. أكيد أنا كذلك. نعم. وبناء عليه اهتماماته وتطلعاته ورؤاه وكلها تتشكل حول أنه إنسان لا مستقبل له، إنسان لا يرجى منه الخير الكثير. ولذلك هذه الاهتمامات تصير تصاغ بطريقة أنه هو يرضى دائما بالأقل، يرضى دائما بالأدنى. أي شيء يأتيه من نجاح، من فوز، من تقدم، يشعر أنه كثير عليه وأنه لا يستحقه. بينما حين نعزز ثقة الطفل بنفسه أي شيء يأتيه يقول أنا أستحق أكثر من ذلك. نعم. أنا أستحق أكثر من ذلك، ويسعى إلى أن يأخذ أكثر من ذلك. ولذلك النبذ بالألقاب في الأسرة وفي المدرسة وفي كل مكان هذا ضار للغاية. وبنفس الوقت التشجيع، يعني فوائد التشجيع، نحن أحيانا في المدرسة أو في الجامعة أو في الأسرة أو في أي مكان لما أنت أحيانا تقول كلمة تشجيع أنت تنساها، لكن الطفل لا ينساها، تترك بصمة، تتعامل في ذهن. يعني أنا أعرف الشاب، واحد من أقربائي قال له وهو كان تقريبا في 13 في 14 قال له أنا لا أرضى لك شهادة أقل من الدكتوراه. هذا الكلام قبل 40 سنة. أنا لا أرضى لك شهادة أقل من الدكتوراه. أنت فتى نبيه متميز ناجح في دراستك، المفروض نحن ما نرضى لك شهادة أقل من الدكتوراه. يقول هذا الشاب، يقول أنه لما حصلت على الإجازة الجامعية لم أشعر أبدا بالفرح، وكان شعوري مثل الذي انتقل من سنة أولى جامعة إلى سنة ثانية. كيف أنه هو سن انتقالية، مثل الانتقال من صف سادس يعني صف أول متوسط لصف ثاني متوسط، ما في شيء، يعني ما في شهادة، ما في مرحلة جديدة، ما في. قال يعني ما شعرت بالاستمتاع. لماذا؟ لأنني أعرف أن الطريق لم ينتهي، وأن أمامي درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه. بظلت هذه الكلمة تعتمل في نفس هذا الشاب 15 سنة إلى أن حصل على الدكتوراه. الذي قال تلك الكلمة أكيد نسيها، لكن هذا الطفل وهذا الفتى لم ينسى تلك الكلمة. فالتشجيع يا إخواني وأخواتي، تأثير التشجيع في نفوس الأطفال هائل هائل هائل. فلا ينبغي أن، يعني مثل ما بقولوا، افتح فمك بالثناء، افتح فمك بالتشجيع، ببيان الميزات، بالكلام الإيجابي، لنربي عن طريق الثناء بدل أن نربي عن طريق التهكم. يعني أنا كنت هيك رأيت أحد الإخوة رجل مصلي وفاضل وكذا، جاء ابنه بضيافة ووضعها، ابنه في الثانوية، فقال له فورا اخرج. قلت له لماذا تقول له هذا الكلام؟ بيني وبينك ما في حديث خاص، ما في أسرار. نعم. أنا ودي أنه يجلس معنا يتعلم. ثم يا أخي إذا أردته ألا يجلس معنا، ما هذا الأسلوب؟ لماذا تقول له أخرج؟ هذا رجل، إيش أخرج؟ تطرده. لكن ممكن تقول له احتمال أن والدتك تحتاجك في أمر لعلك ترى، هو يفهم. فلنربي عن طريق الثناء، عن طريق المديح، عن طريق شيء من التدليل، بدل ما نحن نربي عن طريق التهكم والنبذ بالألقاب ويعني الشدة المفرطة التي لا مبرر لها ولا معنى لها سوى إيذاء هؤلاء الأبناء. نعم. دكتور عبد الكريم، كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن دور الأسرة في بناء العلم والمعرفة. هذا السؤال يقول: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ يقول: أنا بذلت قصارى جهدي وكل وسعي، ولكن زوجتي هداها الله لا تتعاون معي في أي مشروع إصلاحي في بناء الأبناء وتوجيههم. هذه تستطيع أن تقول هي مشكلة عامة.
حقيقة الأمر هي مشكلة. أنا أحب دائما أنا أقول بداية كل إصلاح وبداية كل تغيير وبداية كل تقدم أن نعترف بالقصور، أن نقول لدينا قصور ولدينا مشكلة، وبعد ذلك نفكر كيف نتعامل مع هذه المشكلة. أنا أقول للأخي الكريم لن يبلغ البنيان يوما تمامه. هذه الدنيا هي دار ليست دار الكمالات، هي دار النقائص. بمعنى حتى لو اتفق الأبوان اتفاقا تاما على تربية الولد سيظلان يشعران أنه في ابن القريب الفلاني أو ابن الجار الفلاني أميز من ابنهم، وأنهما يتمنيان لو كان ابنهما مثل ابن فلان ومثل فلان. هذه هي طبيعة الدنيا، دار نقصان. لكن نحن لا نريد الكمال، لكن نحن أيضا نكره الفشل، نكره الإخفاق. لا نريد أيضا لأبنائنا أن يكونوا شبابا عاديين، نريد لهم أن يكون شباب أكثر من عاديين، وناجحين وممتازين ومستقيمين ومخلصين لأمتهم وبلادهم ومجتمعهم. نريدهم فعلا يعني قدوة. طيب ما السبيل إلى هذا؟ السبيل فعلا أنه هو يعني يجد طريقة للتفاهم مع زوجته على خطوط عريضة في تربية هؤلاء الأبناء. وأحيانا شو بيكون في التربية مثل ما واحد قال التربية هذه مثل بيت العقارب، كل ما بيطلع لك عقرب تقتله، بعد دقيقة بيطلع 2 تقتل 2، بعد دقيقة يخرج 3. هي هكذا دائما فيها مشكلة. لن يجد المرأة التي تتفق معه في كل الخطوط التربوية، لأنه شخصان من بيئتين مختلفتين، ربما المستوى الثقافي مختلف. نعم. الأسلوب الذي ربي فيه الإنسان غالبا يجنح إلى أن يربي أطفاله بنفس الأسلوب الذي ربي به. فهناك يجب أن نعترف أن هناك دائما خلاف وفارق، لكن دعونا نتفق على خطوط أساسية. فأنه أنا الآن إذا كلمت الطفل بكلام أمرته بأمر لم يعجبك فأرجو ألا تتكلمي، وناقشيني في هذا الأمر بعدين فيما بعد. قولي لي أنت قلت له كذا وكذا وهذا غير مناسب. أنا فعلا إذا وجدت أنه غير مناسب واتفقنا أنه غير مناسب أنا سأعود وأنسحب بكلامي أو أعدل كلامي فيما بعد. أما أنه يجلس الأبوان، هذا يقول له افعل، هذا يقول له لا تفعل، هذا يقول له أحسنت وهذا يقول له أسأت، وهو عم يتفرج، وبعدين يصير يضحك عليهم في باطنه أنه ما هؤلاء المربين اللي ما عارفين الخير من الشر والصواب من الخطأ. بدل هذه الصورة قل لا، أنت الآن قد توجهين ابنك وتقفين منه موقف ما هو جيد. لا يصح أنا الآن أن أقول للأم أمام أبنائها أنت أخطأت وابنك على صواب، لأن أيضا يجب أن يظل للمربي وللمربية مكانة في نفس المتربي، في نفس الصغير. نعم. يجب أن نحافظ على هذه المكانة. إذن يضع لها خطوط عريضة، في خطوط عريضة. نعم. في قضية أنه نحن عندنا محافظة أبنائنا على الصلاة هدف لا نتنازل عنه. ولذلك أنا لما أقول أنه هذه البنت أو هذا الابن يجب أن يستيقظ لصلاة الفجر، فأنت لا تخذليني في هذا. لا تقولي هو نام الساعة 3 وعنده امتحانات إذا استيقظ صلى. لا، هذه نحن متفقين عليها. تبرمج كل الأوقات مع صلاة الفجر، لأنه ما في شيء أهم من صلاة الفجر في حياة المسلم التعبدية يعني. نعم. لما نقول والله هذا الابن نحن لا نريد له أنه هو ينجح بتقدير جيد، يجب أن ينجح بتقدير ممتاز، نتفق على هذا. طيب كيف سنساعده؟ نساعده والله بنت في البيت مثلا، نساعدها أنه باقي الاختبار شهر، إذا خففي عليها من تكاليف العمل في البيت حتى نعطيها وقت. خففي من الزيارات، من زيارات الصديقات إليك لأنهن يشغلن ابنتك. يعني ما دام هذا هدف لنا، تعالوا نفكر كيف سندعم هذا الطفل وهذا الصغير في تحقيق هذا الهدف. نتفق. نعم. أما نتفق على شيء وننقضه بعد ذلك من خلال السلوك اليومي. فأنا كل ما أدعو إليه أنه هو نحن نحاول دائما أن نوجد أرضية للاتفاق على مستوى الوسائل وعلى مستوى الأهداف، أنه نحن ماذا نريد، وعلى مستوى الأولويات، أنه نحن هذا بنعتبره أولوية بالنسبة لنا. ما دام أولوية فلنتساعد على تحقيقه وعلى يعني تطبيقه. جميل. طبعا بعض الناس يا دكتور كما يقال أقول له عمرا فيقرأه زيدا، نعم. وأكتبه زيدا فيقرأه علي، يعني لا فائدة. لكن أرجو أن تجدي محاولة الرجل نفعل مع زوجته في أن يضع لها كما تفضل. أنا أحب أن أطمئنه أنه معظم البيوت 90% من البيوت فيها مثل هذه الخلافات. لكن المهم أنها ما تكون خلافات شديدة قوية.
يعني الأب يحرج من أبنائه، يعني خلينا نقول الأم، ما نوقف، ما أصير مثل ما بيقولوا ثقافتنا ذكورية. الأم دائما درجة الضمير عندها عالي، وحتى رؤيتها الاستراتيجية أحيانا أفضل من الأب. نعم. لبعيد، تنظر لبعيد وتخاف، لأنه عندها نظرة للبعيد، بتخاف على الأطفال. فالأم عم تحرص الولد أنه ما يكذب، ويأتي الولد ويكذب أمامها، يدق واحد تليفون قل له ما هنا والدي مسافر، أو يدخن مثلا ولا تريد. نعم، الأم تنهى ابنها عن تدخين والوالد يدخن مثلا. نعم. فأنا أريد أنه نأخذ أنه شيء من الخلافات داخل الأسرة سيظل موجودا وهو طبيعي، لكن في خلافات لا يصح أن تكون بين مربيين يعملان مثل ما بيقولوا على جهاز واحد أو على شخص واحد يريدان الارتقاء به وتحسين أحواله وتربيته. لا يصح في نعم. قضايا فاقعة، في قضايا كبيرة لا يصح أن نختلف في بعض الوسائل، في بعض المواقف، في بعض الكلمات ممكن، وهذا جائز وموجود بكثرة، بل لا يمكن تفاديه. نعم. لا يمكن أن نتفاداه. لكن في قضايا فاقعة وظاهرة وأساسية لا يصح أن نختلف فيها. جميل. ولا يمكن السكوت عليه. ويجب أن نحددها. نعم. نحددها أنه كيت هذه القضايا الآن لا يصح أن يظهر فيها موقفان، موقف الأب وموقف. أحيانا أيضا في مشكلة الأبناء، الأخوة الكبار يكون لهم أيضا رأي، والذكور والصبيان والشباب يكون لهم أيضا رأي في تربية البنات. يقول لك هذه أختي وأنا عرضي وأنا حريص عليها وأنا لا أرى هذا. أيضا صار في طرف ثالث ورابع في الموضوع. يجب على كل هذه الأطراف أن يتفقوا في حد أدنى في أشياء لا يصح الاختلاف فيها، يجب أن يتفقوا عليها ويجاهدوا أنفسهم للاتفاق عليها، حتى لا يمزقوا شخصية الطفل بين آمر وناه ومستحسن ومستقبح. نعم. دكتور عبد الكريم، هذا سؤال أيضا يسأل حول ما طرح في الحلقة الماضية من حديث عن دور الأسرة، فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال مقولة جميلة قال فيها: الأدب أدب الله. هل تعني تلك المقولة أننا مهما حاولنا أن نعمل لتنمية أبنائنا وإصلاحهم وبنائهم بشكل جيد أن ذلك لا يلعب دور أساسي، وإنما هو التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى وفقط؟ لا شك أن يعني كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ونحن في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني زارني أخ من فترة ليست بعيدة يشكو لي مشكلة أنه وجد في جوال زوجته رسائل تأتيها وترد عليها، رسائل سيئة يعني. وقال: لكن أنا على يقين أنه ما صار اتصال يعني فقط صار يعني كلام. فقلت له: سبحان الله، في الله عز وجل في سير الأنبياء في نجاحهم في تربيتهم مع أبنائهم، في علاقاتهم مع زوجاتهم، ذكر لنا قصة نوح وقصة يعني لوط وقصة يعني ذكر. فقضية أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء وهو الذي يهدي ويوفق، يعني هذه قضية مفروغ منها، لكن لا يصح الاتكال عليها. يعني نحن نقول هذا الولد الله عز وجل إن كان رايد به الخير سيستقيم، وإن كان لا يريد به الخير لن يستقيم. طيب تمام، لكن الله سبحانه وتعالى طلب منا أيضا أن نحسن إلى هؤلاء الأولاد. نعم. نحسن تسميتهم، حتى نحسن اختيار والدتهم قبل الزواج. نحسن اختيار الزوجة، ونحسن إلى هؤلاء الأولاد في تسميتهم، في تربيتهم، أن ننفق عليهم، أن نوجههم. هذه مسؤوليتنا. نعم. أنا واجبي أن أقوم بمسؤوليتي وأكل الأمر بعد ذلك إلى الله عز وجل. أقول: يا رب، أنا فعلت كل ما أستطيعه وأطلب منك المعونة. كيف سنطلب إذا فرطنا؟ كيف سنطلب من الله المعونة؟ الله جل وعلا يعين ويوفق ويهدي، لكن علينا نحن أن نبدأ ونبذل الجهد ونعمل، وفي نفس الوقت ندعو بالهداية وندعو بالتوفيق ونطلب من الله سبحانه وتعالى المعونة. نعم. بعض الناس ماذا يقول؟ فلان يعني رجل فاضل وممتاز وكذا، وانظر إلى أولاده. ربما هو فاضل، وربما أعطى كثيرا من وقته للناس، ولأنه أعطى وقته للناس أضاع أسرته،
لم يعطي لأولاده، لم يعطي لأولاده، فهو قصر مع أولاده. هو في المجال الفلاني والفلاني رجل ممتاز وفاضل، لكن مع أولاده هو مقصر، فحصل ما حصل. وربما يبذل الإنسان جهده فعلا ولا يكون هناك هداية من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يشعر بتأنيب الضمير، نعم، لا يشعر بالتقصير، لا يشعر بالذنب، لأنه فعل ما عليه أن يفعله، والباقي على الله سبحانه وتعالى. فأهم شيء إبراء الذمة، أن نشعر أن ذمتنا بريئة لأننا فعلنا ما ينبغي أن نفعله. هل من إضاءة حول الدعاء وأهمية الدعاء بصلاح الأبناء دكتور؟ والله شيء أساسي للغاية، ويعني حتى بعض أهل العلم قال مرة، قال هنيئا لمن يموت وأبوه حي، لأن أباه سيدعو له مدى الحياة بالرحمة وبالمغفرة وبالرضوان. فدعاء الوالد لولده يعني له مكانة كبيرة عند الله عز وجل، وهناك يعني دواعٍ عديدة للاستجابة لهذا الدعاء. نعم. فقضية أنه نحن ما نقصر فعلا في قضية الدعاء. أنا أعرف بعض الآباء يدعون لأبنائهم بالصلاح بالسجود في خلواتهم مع الله سبحانه وتعالى، وكلما تذكر ولدا من أولاده ترضى عليه وقال اللهم إني راض عنه فارض عنه، اللهم اهده لكذا، اللهم أصلحه كذا، اللهم علمه، اللهم يعني أغنه، اللهم يعني يدعو. فلنكثر من هذا الدعاء، لأننا مهما بذلنا من جهود، يعني مثل ما قالوا خير ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص، وخير ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق. نعم. التوفيق. فبالإخلاص وبالعمل وبالدعاء إن شاء الله عز وجل ربي يكتب التوفيق. شكرا. وما نيأس، ما يقول أنا والله هذا الولد من 5 سنوات أدعو له، يعني كما ورد في الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، لا تقل هذا. الاستجابة قد تأتي بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، وقد يستجيب الله لك بطريقة أخرى يدفع عنك ضررا ويدفع عنك أذى. نعم. شكرا لك دكتور عبد الكريم. يبدو أنه نحن الآن على مشارف فاصل قصير، نستأذنكم إخواني وأخواتي بفاصل قصير، نعود إليكم بعده إن شاء الله. زخرفت جنات عدن أزلفت للمتقين، زخرفت جنات. قناة المجد، رؤية أصيلة لحياة جديدة. مرحبا، أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، عودا حميدا بعد الفاصل القصير. مرحبا بكم مجددا دكتور عبد الكريم. نحن سنواصل حديثنا حول العلم والمعرفة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، ولكن يبدو أن القراءة أحد أهم ما يمكن أن نتحدث عنه في موضوع العلم والمعرفة، والأفكار حولها كثيرة، وسبق أن تحدثنا في حلقات ماضية عن شيء في هذا السياق، ولكن هذه الحلقة كلها ستكون إن شاء الله تعالى حول القراءة وبعض المفاهيم وبعض الإضاءات التي ستشرقون بها علينا. دكتور عبد الكريم، نحن نعترف جميعا بأهمية القراءة وأننا لابد أن نقرأ، ولكن المسألة المهمة كيف نتأكد أننا فهمنا ما نقرأ فهما صحيحا؟ نعم دكتور. هذه قضية مهمة. مثل ما قال واحد، قال سوء الفهم ليس حادثا نادرا. سوء الفهم، وأنا مرت معي تجارب كثيرة من هذا. يتصل بي بعض الإخوة وبعض قرائي ويقول لك يا دكتور أنت قلت في الكتاب الفلاني كيت وكيت وكيت وفهمنا منه كذا. أقول له هذا أنا لم أقله وأنت فهمته. وكثير من يسمعون إلى محاضراتي وأشرطتي وكذا، يعني يفهمون مني كلاما فعلا أنا لم أقله ولا أقصده ولا أريده، وهو خطأ، لكن هم يخطئون في الفهم، أنا لم أقل هذا. فهذه مشكلة كبرى، يعني هو ما يسمى بسوء الفهم. يعني الذي لا يفهم أحسن من الذي يفهم فهما خاطئا. نعم. يقول لك والله أنا قرأت في هذا الكتاب ولم أفهم شيئا، هذا ممتاز يعتبر ممتاز بالنسبة للي يقرأ ويقول لك فلان قال كيت وكيت وكيت وفلان ما قال كيت ولا قصد إلى ذلك. نعم. فهذا الفهم الخاطئ والفهم المشوه هو أسوأ من اللا فهم.
ولكن كيف يعرف أنه الإنسان فهم ولا ما فهم، أو فهم فهما مشوها أو فهم فهما قاصرا؟ يعني يمكن نذكر وسيلتين لاكتشاف أنه هل أنا فهمت أو ما فهمت. جميل. خلينا أول شيء نقول ألخص ما فهمته بعبارات من عندي. المؤلف طرح فكرة، طيب هالفكرة طرحها في صفحتين، في 3 صفحات، خليني أقرأها أنا مرة ومرتين وثلاث مرات وأقول والله المؤلف يعني أراد أن يوصل إلينا الفكرة الفلانية كيت وكيت 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 وكيت. إذا أنا استطعت التعبير عن هذه الفكرة بعبارات من عندي، فهذا يعني إن شاء الله أنني فهمت إلى حدود جيدة. جميل. لأن ما الذي يحصل، وهذا كثيرا ما يواجهنا، لما واحد يقرأ عبارة ونقول له ماذا فهمت منها، إذا ما كان فاهم بعيد نفس العبارة. ممتاز. أنا ما فهم، لكن لما يفهم يتمثل هذه العبارة ويعبر عنها بألفاظ وجمل وتراكيب من عنده بأسلوبه الخاص. نعم، بأسلوبه الخاص. فهذا شيء. الأمر الثاني أيضا مما يدل على الفهم أنه نأتي بأمثلة على ما فهمناه. نعم. أحيانا بعض الكتاب بيكون مستوى الكتابة يعني أميل إلى الرقي، فلا يميلون إلى سرد الشواهد والأمثلة، لأنهم يعتقدون، وأنا أحيانا أمارس هذا في كتاباتي، أنه لا آتي بالمثال لأنني أشعر أن المثال يحد من عطاء الفكرة. فكرة لها 20 تطبيق، وأما آتي أنا بتطبيق واحد يفهم بعض الناس أنه هذه الفكرة ما لها إلا هذا التطبيق. أحسنت، ينحصر ذهنه في مكان واحد. فأنا إذا كان القارئ فهم فعلا هذه الفكرة فقل له طيب ما دام فهمت هات مثال. حتى الطلاب في الجامعة لما يفهم شيء أو يقول فكرة قل له هات لي مثال. إذا استطاع أن يأتي بمثال أو بمثالين أو ب3 أمثلة لنفسه فهذا فعلا معناها حصل على شيء. ومن خلال المثال ممكن هو يناقش نفسه أنه فعلا هل هذا المثال ينطبق على الكلام الذي قرأته أو لا ينطبق. فإذا التعبير عن الفكرة بعبارات من عندنا، وأيضا المجيء بأمثلة تطبيقية لهذه الفكرة، هذا يدل على أنه استوعب إلى حد ما وبشكل صحيح استوعب الأشياء التي قرأها. نعم، هذا جميل. نعم. دكتور عبد الكريم، نسمع كثيرا عن القراءة السريعة وأنواع من القراءات، يعني عبارة عن مهارات تستخدم في القراءة. نعم. هل تنصح بذلك؟ ما في شك، أنا أنصح بأنه الواحد يتعلم القراءة السريعة. الآن في دورات تقدم في مراكز التدريب. نعم. في كتب مؤلفة، وهي يعني هي قضيتها ليست معقدة يعني، لأنه في نصوص سهلة. النص السهل بدل ما نمضي في الصفحة 3 دقائق ممكن نمر على الصفحة بدقيقة. لكن هل كل النصوص ممكن أن تقرأ كذلك؟ لا، هي هنا الخطأ. نعم. أحيانا نحن نقول للناس أنه تعلموا القراءة السريعة من أجل اختصار الوقت والاطلاع على أكبر قدر ممكن من الكتب، ولكن لا نراعي أنه طبيعة النص الذي نقرأه. نعم. لما تقرأ نصا فلسفيا، نصا معقدا، نصا يعالج مشكلة حضارية، وتقرأ هذا النص بسرعة، فهذه فيها نوع من الخيانة للنص والخيانة للذات، لأن النص المعقد يحتاج إلى وقت. نعم. يحتاج إلى تأمل، يحتاج كما يقولون أن يعني نفلي النص ونحرث حرثا، وأحيانا نضع إشارات استفهام أنه هذه أنا ما فهمتها. فالحقيقة نوعية النص تفرض. نحن دعني أقول دكتور مريد، الأمة بشكل عام لديها نوع من الافتتان بالكم. وعينا مفتون بالكم وليس بالكيف، وهذه من ضرائب التخلف. نعم. لما الأمة تعاني من تخلف دائما مشكلتها هي إيش؟ الكم. أما النوعية، ولذلك حتى منتجاتها الآن بدون ذكر الأسماء تجد سيارة تتسع ل5 أشخاص، ل5 أو 4 حقيقة، إذا مرتاحين 4. نعم. ثمنها 300,000 ريال. وسيارة بنفس الحجم وبتأخذ يعني وربما نفس قدرة الماكينة، ولكن نفس قدرة المحرك، ولكن ثمنها 50,000 ريال. نعم. طب شو اللي سوى هذه؟
كمية الحديد اللي هنا نفسها هنا، وكمية البلاستيك وكمية الجلد وكمية طيب ما الفارق بين 50 وال300؟ الفارق هو النوعية. نعم. هو النوعية. ولذلك أنا قرأت في كتب التراث أن فلانا قرأ صحيح مسلم على شيخه الفلاني في يوم، وقرأ صحيح البخاري مثلا في يوم، وقرأ فتح الباري مثلا في 20 يوما، وقرأ وتذكر هذه في التراجم على أنها مفخرة. أنا ما أعرف كيف واحد يقرأ كتابا مثل فتح الباري في شهر أو في 40 يوما، كتاب يعني في 13 مجلدا أو 14 مجلدا أو 15، كيف يقرأه في 30 يوما وماذا يحصل منه؟ علينا دائما ونحن نقرأ أن نركز على النتائج، ما الشيء الذي سنحصل عليه من وراء هذه القراءة. لذلك يقولون القارئ الجيد لا يقرأ كتبا كثيرة، لكنه إذا قرأ كتابا قرأه بطريقة جيدة. فأنا أقول النص الصعب يجب أن يعطى الوقت وما نعد على أنفسنا أنه والله أنا إذا ما قرأت في اليوم 40 صفحة معناتها مشكلة. لا، أنت عندك بعض النصوص لو قرأت فيها في اليوم 5 صفحات وفهمتها، أحيانا أخي يعني أحيانا صفحة أحسن من كتاب. صفحة في معانيها، في عطاءاتها، في ثمراتها تعادل كتابا. صحيح. النوعية قضية مثل السيارة اللي نفس الحجم هذه بثمنها 50,000 هذه ثمنها 300,000. من أين جاء الفرق؟ من النوعية، من العطاء، من الفائدة، من الميزات الموجودة، من المتانة، من هنا جاء الفرق. فأنا أرجو أنه ما نطبق مبادئ السريعة على القراءة السريعة على كل النصوص. النصوص السهلة نعم التطويل فيها وعدم تطبيق مبدأ القراءة السريعة عليها هو إضاعة للعمر والوقت. والنص الصعب إذا قرأناه بشكل سريع ولم نحصل منه على شيء فلا نلومن إلا أنفسنا لأننا عاملنا هذا النص بطريقة خاطئة حينئذ. نعم. إذن هل يمكن أن نقول يا دكتور عبد الكريم أنه لابد أن تختلف نوعية القراءة باختلاف العلم الذي نقرأ فيه؟ لا شك في هذا. نعم. يعني المفروض نحن نمارس أسلوب القراءة بنفس أسلوب الكتابة. يعني الكاتب الآن لما يكتب، خليني أقول، في قضية عقدية، في قضية عقدية، في قضية فقهية، في قضية قانونية، كيف يكتب؟ يكتب بحرفية شديدة، بحرفية. لما واحد عم يحل مسألة الرياضيات بين 5 و6 تختلف النتائج، ففي دقة متناهية أثناء الكتابة. ولذلك ونحن نقرأ نصا عقديا، نصا كما قلنا فقهيا، نصا قانونيا، مارس الكاتب فيه دقة متناهية. علينا ونحن نقرأ بدقة متناهية، يعني أن نقرأ بحرفية شديدة. لماذا؟ لأن هكذا كتب الكتاب. ما دام كتب بحرفية وبدقة يجب أن يقرأ أيضا بحرفية وبدقة. يعني ما ناخذ بيعة إجمالية أنه والله مراد المؤلف في هذه الصفحات ال5 التي مررنا عليها هو كذا. مثل ما واحد مرة حضر خطبة جمعة في مسجد وابنه حضر في مسجد آخر، فقال له الابن يعني عن إيش خطب خطيبكم؟ قال له والله ما أعرف، يعني ما استوعبت عليه تماما، لكن يبدو الخطيب كان معظم الخطبة يعني في تأنيب للموجودين، وهذا للأسف الآن موجود. يعني كثير من الخطباء يعني شاطر بالتأنيب، أشطر في شيء هو التأنيب والعتب على الناس واتهامهم بالتقصير. فقال له والله أنا ما أعرف ماذا قال الخطيب، لكن اللي فهمته أنه نحن جماعة ما لنا كويسين. نحن جماعة ما لنا كويسين، هذا اللي أنا فهمته. فنصوص دقيقة ما تعامل بالبيع بالجملة، أنه والله مراد المؤلف في صفحات ال6 الماضية هو كذا. لا، مراد المؤلف في كل سطر في نقطة جزئية يجب أن تستوعب، معنى وفكرة لابد أن نتأملها. نعم. لكن لما أنا أقرأ في كتاب مثلا عن واقع المسلمين، عن أسباب مثلا فرضا توقف الحضارة الإسلامية، عن أسباب انتشار الفقر، عن أسباب النجاح، لما أقرأ أنا في كتاب تاريخ، أقرأ في كتاب تاريخ يريد أن يعطيني انطباعا عن معركة، عن حادثة، عن وضع، عن كذا. لما تقرأ في كتاب حضاري، الكاتب الذي يكتب في مسألة حضارية لا يستخدم، أو مسألة حتى أدبية، مسألة أدبية، واحد عم يشرح قصيدة أو يعني
ما بيستخدم الدقة اللفظية التي يستخدمها القانوني والفقيه وكاتب الكتاب العقدي. هو يزجي العبارات إزجاء، يدفعها دفعا أمامه، ويشير إلى المعاني ويلمح إليها إلماحا، وليس بالدقة. أيضا هذا يقرأ بنفس الطريقة. لا تعامل كاتبا يكتب في مسألة حضارية بحرفية شديدة، لأنه هو لا يقصد أصلا الحرفية. فمثل هذا تستطيع أنت أن تسرع في القراءة ما دام المعنى العام، لأنه في هذه الكتب الحضارية يكثر ترداد المعنى وتصويره بأكثر من أسلوب، ويختصر أولا ثم يبسط ثم يذكر السبب ثم النتيجة، لكن المحور واضح، يعني الأساس واضح. هذه ممكن نقرأها بطريقة أسرع مما لو كنا نقرأ كما قلنا كتابا فقهيا أو كتابا في القانون. فلا بد إذن أن نقرأ الكتاب بنفس الطريقة التي كتب بها. كتب بدقة متناهية نقرأ بدقة متناهية وبحرفية شديدة. كتب بأريحية، وكتب يعني وهذا ما حصل لما بعض الناس يعني أخذوا على سيد قطب رحمه الله بعض المآخذ وبعض الكذا. رجل أديب ويكتب بحس أدبي وبحس نقدي، جاء ليحاسبه على الحرف وعلى اللفظة. وكأن الكتاب الأدب ولا كتابه ظلال القرآن هو عبارة عن كتاب عقيدة، وكتاب ليس هو كتاب فتوى ولا كتاب عقيدة ولا كتاب فقه حتى تحاسبه على اللفظة وعلى الحرف، ولكن حسبك الإجمال، وإذا شيء مشتبه احمله على الصريح من كلامه حتى تحسن شكرا لك دكتور عبد الكريم. قضية القراءة طبعا قضية حساسة تشغل الكثير من الناس بسبب بسيط جدا، أنهم يقولون بأهميتها وبالرغم من ذلك لا يعطونها الوقت الكافي. وما يتذرع به الكثير من الناس أنهم يقولون لا يوجد عندنا وقت في القراءة. هل تعتقد أن هذه الذريعة منطقية وصحيحة يا دكتور؟ كل إنسان ممكن أن يقنع نفسه بما يريد إذا شاء. بعض الناس أقنع نفسه أنه إذا ضرب زوجته ما في مشكلة، غفر الله له تضربها. وبعضهم بيقنع نفسه أنه هو إذا نام عن صلاة الفجر ما في مشكلة، ولما يستيقظ الساعة 8 9 10 يصلي ما عنده مشكلة. وبعضهم يقول لك أنا لماذا أزكي؟ أنا الحمد لله أنفق على أولادي وهؤلاء من فقراء المسلمين. لكن دكتور حتى يعني نتعاون مع أولئك قليلا. الآن معترك الحياة صاخب جدا، متى يعمل ومتى يلقى أسرته، وهو يقضي ساعات في الزحام وساعات هنا وساعات هناك وساعات في التسوق، متى يجد وقت للقراءة؟ أنا أحب دائما أن أكون واقعيا وموضوعيا. تذكر أننا قلنا في حلقة سابقة، أظن الحلقة الماضية، قلنا أن ارتقاء الأمم مرتبط بشكل ما بارتباط مهنها، بمعنى يصير في عندنا 30-40% من المهن التي يمارسها الناس تتصل بالمعرفة بطريقة من الطرق. الآن الناس اللي عم يشتغلوا على الحاسب الآلي، اللي عم يطالعوا بحوث واستشارات من الانترنت، الذين يعملون في الجامعات، يعملون في المكتبات، في مراكز البحوث، في 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 أقسام الجودة في الشركات، مراقبة الجودة والمواصفات، هؤلاء كلهم على صلة بالمعرفة، يعني هم يعملون بوظائف علمية، مهن علمية ووظائف علمية تقتضي قراءة أصلا. هذه نفسها هي قراءة، هذه قراءة. ثم أيضا هذه من وجه آخر ليست أعمالا مضنية ومجهدة، يعني الواحد وهو جالس في المكتب ليس مثل الذي يقطع حجارة في الصحراء، أو مثل الذي واقف على سلم يدهن منزلا طول اليوم. هذا عمل شاق وهذا عمل أسهل. فهذا عمل يتصل بالمعرفة من جهة ولا يجهد الإنسان، ولذلك إذا أراد أن يذهب إلى البيت ويقرأ ساعة أو ساعتين سيجد لديه الراحة الجسمية. لما الإنسان بيكون هكذا وضعه هكذا قدره أنه هو يعمل في مهنة شاقة، وكما حدثتك أنه بعض أساتذتنا حفظهم الله ورحم من مات منهم، يعني كانوا يعملون في مهن وأيضا ويقرؤون ويتعلمون، وهم أحيانا يجمعون بين المهنة والتعليم، يعلمون محتسبين ويعملون. فإذا هذا الذي يعمل في عمل شاق لو أراد سيجد نصف ساعة في المساء يدرس فيها. ما في إنسان أستاذ مريد مهما تعب إذا كان يمتلك الإرادة لا يجد نصف ساعة في يومه لقراءة في كتاب. سيجد النصف ساعة لما تستمر ليست شيئا قليلا. هذه من خلال النصف ساعة يمكن أن يقرأ كتابا متوسطا في الأسبوع،
يقرأ في السنة 20-25 كتاب، يقرأ في السنة من وراء نصف ساعة هذه. لكن خلينا نقول بصراحة، التلفاز والفضائيات خطفونا من أنفسنا وخطفوا منا أولادنا. فالناس الآن اللي مرتبط، يكفي أنه هو يعني يرتبط بمسلسل ولا بمسلسلين ويتابعهم، ولا يرتبط بمباراة ولا بشيء من هذا، ولا بنشرة أخبار ولا ببرنامج. يكفي هذا أنه حتى أوقات الراحة والفراغ لديه تذهب ولا يعود إلى الكتاب. لكن دكتور، هل من أفكار عملية؟ يعني مثلا اجعل معك كتابا صغيرا تحمله في جيبك. نعم، يعني أنا أؤمن دائما، نحن معظم الناس يقرؤون للتسلية، وهذا ليس شيئا سيئا، ليس شيئا جيدا، ولكنه أيضا ليس شيئا سيئا. يعني أحسن من الفراغ، أحسن من الفراغ. بعض الناس فعلا يعني دائما معه كتاب في السيارة، بسميه كتاب السيارة. كل ما أنهى هذا الرجل ذهب ينتظر في عيادة طبيب، ذهب إلى دائرة حكومية، أحيانا جلس في السيارة ربع ساعة ينتظر ابنته حتى تخرج من المدرسة. نعم، وإذا به يقرأ 20 صفحة نعم. خلال الربع ساعة، ويستفيد منها. وكلما انتهى من كتاب يأخذه إلى مكتبته ويأتي بكتاب آخر. أيضا أخي، قضية إلزام النفس الجدية، أنه والله أنا لما أصلي الفجر، وهذا من أنسب الأوقات للقراءة، وقت ما بعد الفجر ربما كان يكون أنسب وقت. نعم. لأن الذهن والدماغ مرتاح وفي صفاء وفي هدوء. قل أنا والله بعد الفجر، بعض الناس بعد الفجر يقرأ جزءا من كتاب الله. جميل. قبل أن يذهب إلى عمله أو يعود إلى النوم. هو ممكن أن يلزم نفسه، يقول والله أنا بعد الفجر أجلس نصف ساعة على الأقل أقرأ، ولكن أنا لا أريد أي قراءة. نعم. أنا أريد قراءة مثمرة، قراءة منتجة. يضع قلما وورقة ويقرأ بهدوء ويستخرج الفوائد حتى يستطيع أن يتأمل ويصل إلى ما يريد. نعم. دكتور عبد الكريم، أشكرك لما تفضلت به من أفكار قيمة حول موضوع القراءة في هذه الحلقة. أشكركم إخواني وأخواتي على حسن المتابعة والمشاهدة. في حلقات قادمة سنلتقي أحبة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. النهضة الكبرى تضاء بهمة عليا، بإصرار وتضحية نعيد السعد للدنيا. فقوموا وانفضوا عنا غبارا ضل يعمينا، فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا. فقوموا وانفضوا عنا غبارا ضل يعمينا، فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.